كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله صباح الخير، كيفكن يا أمارات؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اشتقت لكم كتير كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. هلا أنا نشرت على المنتدى إنه أنا مسافرة، ويعني طلبت منكم تتوقعوا لوين هي سفرتي، والأغلب عرف إنه أنا زايرة عند أهلي. هاي أولا. ثانيا بتشكر كل واحد فيكم دعالي من كل قلبكم إنه أوصل بخير والسلامة. الله يسلمكم يا رب، إلهي بيحفظكم إن شاء الله. هيك كل واحد بعيد عن أهله إن شاء الله بيلم شمله معهم وبيلتقوا عن قريب يا رب. هلا صراحة بسبب ما شاء الله الصلاة على النبي كترتنا وجمعتنا يعني كانت كتيرة. فكنت تعبانة أنا من السفر، فما قدرت أصور لكم إنه هيك فيديو الاستقبال. وبنفس الوقت لأنه يعني الكل عنا ما حدا بيطلع يعني على الكاميرا. فقلت إنه خلص تاني يوم هيك تالت يوم بس أبرك وارتاح رح صور لكم هيك روتيني كيف بقضي نهاري عند أهلي. بتمنى يا رب انه ان شاء الله هيك الفيديو يعجبكم، واذا عجبكم هيك الفيديو حبيتوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الاشعارات على الكل وتحطوا لي لايك لهالفيديو لحتى يرتفعوا وتكتبوا لي تعليق حلو مثلكم يخلي لي قلبكم. وقبل ما نبلش خلونا نصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا خلونا نبلش. مثل ما شفتوا اليوم كانت شمستنا عالية، فإلى تقريبا على الساعة 11 الصبح. فأنا بنشرب هيك أول شي القهوة لغينا ولا بد عنا مشان الواحد يتنشط ويقدر هيك يكمل نهاره وهو مصحصح ورايق. فشربناها أنا وماما وأختي، وبعدين هيك أكلنا هيك كم قطعة هيك حلو مشان الواحد يشد جسمه، لأنه أول شي إنه منحوس نحنا مننظف البيت وبعدين بنحط الفطور وبنفطر. وبحكم انه صارت الظهر، فاذا بدنا نحوس قبل ما نكون مثلا هيك اكلين هيك لقمه ساندين فيها معدتنا فما رح نتعب، ويعني وبالذات انا كتير بدوخ وبينزل ضغطي. فهيك البحي اول شي شرب فنجان قهوه واكل له هيك لقمتين ثلاثه حلو، وبعدين بلشنا بالفطور. هلا هون قمت شحط اختي مع المطبخ، قلت لها تعي ان زمان ما قمنا هيك حطينا الفطور سوا مع بعض لحتى نقوم هيك ندردش شوي ونحكي نتسلى ونحط الفطور. ايه والله هيك يعني كنا كتير مشتاقين لبعضنا، وهيك في عنا كان قصص كتير وحكاية كتير بدنا نحكيها لبعض. ايه وبنفس الوقت قلنا عم نحط الفطور. اكيد حفظتوا العادة. يعني وقت بنجتمع اكتر شي انا واختي بنحب نعمل اندومي بكل الاوقات وبكل الجمعات يعني. ايمت ما كان فطور غدا عشاء او اكل مثلا هيك اخر الليل، فيعني اكتر شي هيك بنفضل البزر والطاقة او اما الاندومي. يعني كتير كتير بنحبها، يعني انا وياها كتير متفقين على هالاكله. هلا هيك مثل ما شايفين حاطين هيك شويه حواضر، هذا المقدوس ماما عملتهم هديك السنه ولسه لهلا كتير كتير طيب، وحتى لونه مو متغير وابدا محافظ على قوامه. كتير حبيته. وعنا هون كمان زيتون ومربى الورد ومربى المشمش وجبنه كمان مساويتها على ايدها، وكمان هيك اندومي وحلاوه وهي الاكلات يعني. والشاي اكيد لا غنى عنه، هلا ما في حدا انا غيري بيشرب شاي عند اهلي. هو جوزي بيشرب بس جوزي يعني ما راح يفطر معنا، طلع لعند اخواتي. ايه فيعني انا الوحيده اللي بشرب شاي مع الفطور. وبدي اطلب منكم طلب صغير، انه انا عم بلش انشر على المنتدى اخذ ارائكم بافكار او فيديوهات انا مثلا نازله. يعني انتم تقترحوا لي او تعطوني مثلا رايكم شو بتحبوا مثلا تكون الفيديوهات القادمه. إيه فلهيك بدي اياكم كلياتكم يعني تشوفوا المنتدى عندي وتضلوا هيك مراقبينه وكل لحظة بلحظة مشان تشوفوا أنا إذا بنزل شي، مشان لأنه أنا حابة أخد بكون رأيكم. لأنه في فيديو صراحة رح ينزل بعد كم يوم ورح أخد رأيكم فيه قبل ما نزله، مشان يعني إذا كان في تصويت كتير عليه وحبيته مشان نزله. حبيت أذكركم إنه حسابي على الانستا موجود بصندوق الوصف، أغلبيتكم ما نكون ضايفيني عليه، بتمنى كلكم تروحوا تضيفوني عليه. وهيك يعني كمان انا بنشر يعني ما كتير بنشر يعني على ايه، لانه ما في كتير متابعين عندي انا على الانستا. فاذا صرتوا كتير كمان رح انشر على الانستا، او مثلا اللي حابب يحكي معي يتواصل معي على الانستا كمان بتلاقوه مثل ما حكيت لكم بصندوق الوصف.
وهلا هيك بنرجع للفيديو مثل ما شايفين. بعد هيك حطينا الفطور وعم نفطر الاولاد ونفطر نحن. بعد المنا رح في عندي هيك شوية جليات رح اقوم اجليهم. هلا صراحة اختي يعني ما خلتني اجلي، هي كانت جارية اول باول عم نلحق يعني نجهز الفطور وبتجلي، فقلت لها خلاص يعني انه انت تعبتي كثير، فانا يعني هيك جاي على بالي اجلي. فهيك يعني كم قطعة معنا من الاستهلاك هم بيتعبوا، فقمت هيك جليتهم وخلصنا هلا هيك ورح نبرك بعدين. هلا الغدا انا ما صورت لكم اياه لانه صراحة لسه هلا تعبانة يعني هيك والجو متغير علينا متلخبطين، فان شاء الله رح صور لكم كمان هيك بفيديو تاني نهاري من الصبح للمساء كلياته. لسه في عنا كتير هيك محلات بدنا نروح عليها وكلها ان شاء الله رح شاركها معكم. رح نروح على الحديقة وان شاء الله رح صور يعني كل شيء معكم. رح نروح نطلع نشوي برا البيت كمان، ورح نروح على اماكن هيك للسباحة، منه انه بيسبحوا الاولاد، منه هيك فيها طبيعة كتير حلوة كمان. فان شاء الله رح شارك كل الفيديوهات معكم. وبتعرفوا نسيت اهم شغله انه اسال واطمن عنكم، لا تواخذوني. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. شو عم تعملوا؟ كيف عم تقضوا يومكم بالنهار؟ وين عم تروحوا؟ وين عم تجوا؟ شو طابخين اليوم؟ لحتى هيك تقترحوا علي افكار هيك جديده، لانه يعني كتير يعني هيك عم نحتار في هالاكل. بس الحمد لله يعني انه اجى الصيف واجت الخضره الكتيره، فالواحد ما كتير يعني بيحتار في الطبخ مثل الشتاء. هلا اليوم ماما طبخت لنا الله يسلم ايديها يا رب بيوات، ما بعرف اذا عندكم اسم تاني، هي بتجي المصارين، بتحشيها رز ولحمة وحمص وهيك بتسلقوها، بعدين بعد ما بتنحشى طبعا بتنسلق، بعدين بتنقلها. كتير كتير طيبة وكتير كنت مشتية عليها، وهي لأنه صعبة يعني وبدها شغل كتير، فأنا ما بعرف يعني. فيعني بأجل هيك أكلات لوقت الإجي لعند ماما بتساوي لي إياها. الله يسلم ايديها يا رب، وإن شاء الله هيك الله لا يضيع لها تعب. هلا حابة اخبركم شغلة، انه شو هي السبب زيارتي لعند اهلي. هلا صراحة ماما كانت مرضانة، كانت كتير تعبانة واخدوها اسعاف على المشفى. فانا اضطريت يعني اجي لانه كتير كان بالي مشغول عليها. هلا الحمد لله هي تحسنت. رح اخبركم السبب، انه هي كانت عم تطبخ، عم تساوي سمائية وكبة، فكانت عم تسلق اللحمة، فما ضيفتها كانت طنجرة البخار على السوا، فانفجرت عليها، والله قدر ولطف الحمد لله، والله طلع فيها يعني. فما كتير الحمد لله انه يعني تأذت، بس انه الطنجرة ارتدت على صدرها، وهي كان معها وجع بصدرها من زمان ومع القلب يعني، والشرايين مسكرة وهيك، فكانت يعني كتير كانت تشكي من صدرها وتشكي من قلبها. فالحمد لله يعني بس هيك كان رد خفيف بصدرها، والحمد لله يعني هلا هي كان صارت صحتها كتير منيحة. فيعني ما قدرت انا اتركها يعني، وهي بحكم انه عايشة لحالها هي وابوي، واختي بتجي هيك لعندها، اوقات بتزور عندها اوقات بتزور عند اخواتي، فقلت انه يعني هيك بشوفها وبطمن عليها اكتر، وهي يعني بتنبسط بجيتي. انا على فكره كتير كتير بخاف من هي طنجرة البخار، وكتير باكل همها لانه جد هي مؤذيه يعني، ياما ناس راحوا ماتوا فيها. فيعني هي بتضل خطرة يعني، إذا ما كان يعني حتى لو واحد بيعرف فيها وبيفهم فيها، فيعني سبحان الله أوقات بس جوز يصير معه شي تنفجر بالغلط أو أي شي لا سمح الله. فأنا يعني ما بحب يعني استعملها كتير يعني، وقت اللي بيجي لعند ماما بحاول قد ما أقدر إنه ما أقرب عليها للطنجرة، كتير بخاف. فما بعرف، أنا ما بحبها كتير وما بحب أنصح فيها يعني، ما يعني ما بفضلها لأنه جد يعني بخاف منها. السبب الثاني انه اهلي عم بيعمروا، هلا هن باركين بطابق خامس بناية بعيلة يعني، فامي وبابا كتير بيتعبوا يعني من طلعوا والنزلة، فعم بيعمروا بهيك يشتروا شقة ارض وعم بيعمروا، ورح تخلص تقريبا مشان بدي ساعدها بتطويق الاغراض وبالنقل وهيك، انه لحالها ما خرجية، بتعرفوا انتو. فقلت انه كمان بنفس الوقت بساعدها يعني، وانه بطبق معه ولهيك، بس امنت عليه هيك واستقريت وبركت امنت عليها خلص انه برجع على بيتي، وبنفس الوقت بقضي العيد عندهم. وهلا هيك حبايبي بكون خلص الفيديو معكم، طولت عليكم لا تواخذوني. هلا هيك نهايته معكم بالسهرية هيك، وقت البركة هيك سهرنا بعد التعب. فهيك بحبكم كتير كتير، بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد. لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو اذا عجبكم، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد، وسلام.